اهلا بيكم في برنامج خليك ايجابي، والنهارده الحلقه بتاعتنا عن الاتش ار. كلنا بنسمع عن الاتش ار وكلنا بنقابل اتش ار سواء في وظيفه رحنا اشتغلنا فيها او في مقابله عمل. فخلونا كده ندردش مع بعض ونفهم ايه هو الاتش ار وبيعمل ايه جوه الشركه. ببساطه اداره الاتش ار هي الاداره المسؤوله عن العنصر البشري جوه اي شركه، زي ما في اداره حسابات مسؤوله عن الفلوس، وزي ما في اداره تسويق مسؤوله عن تسويق الشركه، في اداره اتش ار مسؤوله عن البني ادمين اللي هو احنا. طب الاداره دي بتعمل ايه جوه الشركه؟ بتعمل حاجات كتير قوي، من اول التخطيط الاستراتيجي، بتشوف احنا محتاجين كام واحد جوه كل اداره، مواصفات الناس اللي هتيجي تشتغل معانا هيبقوا عاملين ازاي، هنجيبهم منين، هيعملوا ايه. بعد كده نتكلم في التوظيف، شكل الشركه الاداري هيبقى عامل ازاي، وكمان نتكلم على المزايا والتعويضات، هنحط مرتبات الوظائف دي بناء على ايه، هنحط المزايا والتعويضات بتاعتهم بناء على ايه، هنعمل تدريب ازاي وليه نعمل تدريب اصلا، ازاي نقدر نقيس ادائهم، ازاي نطمن ان هم شغالين معانا بشكل جيد. كل ده واكتر بيتعمل جوه اداره الاتش ار. انا عارف ان في ناس كتيره شايفه اداره الاتش ار من بره الشخص اللي بيعمل توظيف، اللي بيعمل معاك المقابله، اللي بيسالك اسئله غريبه شويه، شايف نفسك فين، والكلام الجميل اللي احنا بنشوفه في المقابلات كلها. بس صدقني احنا شغلنا اكبر من كده بكتير، وعندنا مهام كتيره جدا جوه اداره الاتش ار نقدر نشتغل عليها عشان نقدر نخلي الشركه دي توصل للتارجت اللي هي عايزاه. لما بنتكلم على اهميه اداره الاتش ار جوه اي شركه، بنتكلم عشان احنا عايزين نحقق 4 حاجات مهمين جدا. الحاجه الاولانيه اسمها الاتراكت، يعني ببساطه ازاي نعمل عامل جذب للموظفين او المرشحين للوظيفه بره شركتي ان هم يقدموا عندي انا، ما يقدموش عند شركه ثانيه. وده بيتم من خلال اجراءات كتيره جدا، الاعلان اللي بننزله شكله عامل ازاي، البنفيتس اللي بنقدمها شكلها عامل ازاي، بننزل الاعلان بشكل احترافي ولا لا، المقابله اللي بنتكلمها في التليفون لحد ما الموظف بيجي لي وبيخلص مقابلته وبيمشي سواء هو اتقبل او اترفض، ايه الاجراءات اللي بنتم منها. وكل ده في مرحله الاتراكتنج او الجذب، ازاي نقدر نستقطب موظف يجي يشتغل معانا في الشركه. اول ما بنبتدي نستقطب الموظف تظهر الاهميه الثانيه للاتش ار، الا وهي الريتنشن، او ازاي نقدر نحافظ على الموظف انه يفضل موجود معانا في الشركه ما يمشيش. ودي بقى حاجات كتيره جدا، منها المعامله الجيده، بيئه عمل صحيه، مدير شاطر بيعلم ويدرب، بيئه عمل ايجابيه، مديرين بتسمع اراء الموظفين وبتقدرهم ماديا ومعنويا، بنوفر لهم احتياجاتهم، بنتعامل معاهم بشكل جيد، بنطورهم ونعلمهم عشان في النهايه ما يفضلوش زي ما دخلوا زي ما خرجوا، يبقى في نوع من انواع الديفلوبمنت حصل على ادائهم. تظهر الخطوه الثالثه والاهم، هي الموتيفيشن، ازاي نقدر نحفز الموظفين ان احنا ناخد منهم افضل اداء ممكن. وده بيظهر من خلال الكوميشن، العمولات والحوافز والارباح والمكافآت، وكمان الحاجات المعنويه زي العامل المثالي والاكتيفيتي والانشطه اللي احنا بنعملها لهم جوه الشركه عشان يفضلوا مبسوطين وبيدونا احسن اداء ممكن جوه المكان. واخر حاجه هي الديفلوب، ما ينفعش الموظف بعد ما يكمل سنه او 2 يطلع ما اتعلمش حاجه معاك، بيعمل نفس الحاجه طول الوقت. لازم نطوره ونشجعه ونعلمه، ويقعد مع مديره يعلمه تاسك جديد، يعلمه مهمه جديده، يعلمه فايل جديد يعمله على الاكسل او على الوورد او اي حاجه، عشان ببساطه قيمه الموظف تزيد معايا وبالتالي يديني اداء احسن جوه المكان.
معاكم احمد مصطفى، انا من تيم الاتش ار. انا خبرتي كلها في الاتش ار حوالي 10 سنين. في سؤال دايما بيجي لنا ان هو ايه هي الوظائف اللي موجوده جوه الموارد البشريه او جوه الاتش ار. في عندنا اول حاجه اللي هو بيسموها ظهر الاتش ار اللي هو شؤون العاملين. من جواها طبعا في عندنا الجزء اللي هو المرتبات، جزء التامينات، جزء التعامل مع مكاتب العمل. في عندنا الجزء الخاص باللي احنا بندخل بيانات الموظفين اللي هو الداتا انتري او الداتا بيز اللي عندنا اللي احنا بنكملها. في عندنا جزء التوظيف، في عندنا جزء التدريب والتطوير. في عندنا اجزاء كتيره قوي جوه الموارد البشريه لازم طبعا نمر عليها كلها، بس لازم في الاخر خالص تتخصص جوه مديول جوه الاتش ار تعرف عنه كل حاجه. وزي ما كنت ناس كتيره من الاتش ار بيقولوا اعرف حاجه عن كل حاجه، بس لازم تعرف كل حاجه عن حاجه واحده او عن مديول واحد. في من ضمن اللي هو الاجزاء جوه الموارد البشريه في عندنا شويه وظائف كده بتبقى دايما مطلوبه من الشركات، دايما عليها مثلا ضغط جامد في التوظيف. في عندنا اول حاجه اللي هي الريكروتمنت اللي هو التوظيف، في عندنا البيرسونال اللي هو شؤون العاملين، في عندنا جزء اللي هو البيرول اللي هي المرتبات. وطبعا لازم تكون عارف الجزء اللي هو بتاع الكمبيوتر اللي هو تكون ممارس كويس في الاكسل والوورد، الجزء اللي هو بتاع المايكروسوفت عامه. وزائد طبعا اللغه لازم تكون عندك الى حد ما كويسه علشان تقدر تتنقل على الادارات الثانيه او الفانكشن الثانيه اللي موجوده جوه الاتش ار. طيب في طبعا انت بتقدم على وظائف، الوظائف ديت انت بتقدم بالسي في بتاعك. بناء على السي في بتاعك انا ببدا اختارك، بس في الاول طبعا بفلتر السي فيات اللي جايه لي. لما اجي افلتر السي في لازم طبعا يكون مذكور فيه الحاجات اللي هي بتماتش معايا كشركه. يعني دلوقتي مثلا انت مقدم على وظيفه مثلا البيرول، البيرسونال مثلا سوبرفايزر او سيكشن هيد، لازم تكون اتعاملت على الجزء اللي هو يخص او اتعاملت مع التامينات مع مكاتب العمل، واتعاملت طبعا على سواء كنت شغال اكسل او اي ار بي سيستم. فلازم تكون ملم بالاجزاء ديت علشان اقدر اختارك انا في الجزء بتاع الهايرنج عندي او في التوظيف عندي. كل الكلام دوت هيفرق معاك ان شاء الله باذن الله داخل الشركه وخارج الشركه. انت طبعا لما جوه الشركه بناء على اللي انت مقدم فيه او الوظيفه اللي انت مقدم فيها انت هتبدا تشتغل الكلام اللي احنا قايلينه جوه السي في بتاعك او جوه الديسكربشن بتاعه الوظيفه نفسها المطلوبه. جانب كل دوت انت لازم تبقى جوه السي في كاتب لي كل حاجه انت بتعملها، لان بناء عليها انا هختارك من التاسكات اللي انت بتقدمها ومن الديسكربشن اللي انت واصفه بيه. يعني في عندك مثلا انت لازم تكون لو انت اتعاملت في الجزء بتاع التوظيف تكون كاتب بتعمل ايه كل حاجه جوه الريكروتمنت من الاول لحد الاخر. الجزء البيرسونال ازاي بتتعامل مع مكاتب العمل، التامينات ازاي بتشتغل على الاستمارات، استماره 1 استماره 2 استماره 6، كل الاستمارات اللي تخص مكاتب العمل، كل الاستمارات اللي تخص التامينات. والاجزاء برضو الشيكات اللي احنا بنقدمها كجزء اللي هو بتاع مكاتب العمل. بجانب كل دوت الجزء اللي هو يخص المرتبات، الحاجات اللي هي الضريبيه او الحاجات اللي خاضعه للضريبه، هي الحاجات اللي مثلا مش خاضعه للضريبه، الفحص الضريبي لو جاي لك فحص ضريبي على المرتبات فقط. فكل دوت لو انت ذاكره لي مثلا في السي في او في الديسكربشن بتاع السي في الوصف الوظيفي بتاعك، انا ساعتها انت بتسهل عليا ان انا اقدر ساعتها اتصل بيك ونعمل معاك الفيرست انترفيو وان شاء الله التكنيكال، وهتعدي بناء على اللي انت كاتبه جوه الديسكربشن بتاعك. وان شاء الله كده تكون ان شاء الله هتبدا تشتغل معانا في الشركه على طول. معاكم شروق سرور من تيم اتش ار باسبورت، وجاي اتكلم معاكم النهارده عن فكره ازاي عمليه التوظيف بتتم من اتجاه الاتش ار. ازاي مجرد ما بيجي لي ريكويست ان احنا عايزين نعين الوظيفه الفلانيه، عايزين لها العدد الفلاني، انا كاتش ار ريكروتر ببدا ابص اول حاجه هتتراكت السي في بتاعك. انا خلاص نزلت الجوب بوست بتاعي وانت قدمت تمام، لو السي في بالنسبه لي مش اتراكتنج مش هعمل الكول سكريننج وابدا اكلمك. عشان يبقى السي في اتراكتنج ازاي بالنسبه لي مهم جدا انك تكون حاطط كل حاجه انا محتاجاها، الريكويرمنت اللي انا طالباها في الجوب بوست تبقى واضحه بالنسبه لي في السي في. لو كل مره هتدخل تعدل على السي في بتاعك ادخل عدل على كل مره. ليه؟ ده هتريحك انت وهتريح الريكروتر اللي بيعمل لك فلتريشن للسي في بتاعك، انه يبدا ياخد الستيب اللي بعدها ان هو يعمل معاك كول سكريننج، يبدا بس يتشيك معاك شويه حاجات المطلوبه فعلا موجوده ولا لا.
المكان مريحك ولا لا، هتعرف تيجي ولا لا، البادجت اللي احنا حاطينها مناسبه معاك ولا مش مناسبه ولا لا. فنبدا ندخل حته ان احنا بس بنشوف الدنيا ماتشنج ولا لا، عشان على اساسها بعدين نبدا نحط ميعاد الانترفيو بتاعنا. وانس ان احنا خلاص عملنا الكول سكريننج واتكلمنا مع بعض في كل حاجه احنا محتاجينها، واللوكيشن مناسب كمان معانا، لان اغلبنا بيبقى كاتب في السي في ان هو من كايرو. طب انت من كايرو فين في كايرو؟ فنبدا نتشيك شويه الحاجات دي، مواليد سنه كام، متخرج فعلا من سنه كام، بنكتب بس جرادويشن وخلاص، او متخرج من الكليه الفلانيه ونسكت. لا، احنا محتاجين نبقى ديتيلز اكتر في السي في بتاعنا. خلاص خدنا الكول سكريننج واتكلمنا وشوفنا البادجت مناسبه، نبدا ناخد ميعاد الانترفيو بتاعنا. الانترفيو هنا وقتها انا كاتش ار ما بقدرش ادخل تكنيكاليتي قوي مع حد. لو هعين مهندس مش بدخل معاك تكنيكاليتي، لو بعين سيلز مش بدخل برضه تكنيكاليتي. انا دوري كاتش ار ابدا اشوف الاتيتيود بتاعك عامل ازاي، وخلينا نقول اكتر ان هي بيبقى ايه البيهيفير، تفكيرك، المايند سيت بتاعتك عامله ازاي، وابدا ادخل معاك في سيتويشنال انترفيو اللي هو عندنا في الاتش ار اسمه سي بي اي. اشوف انت بتتعامل ازاي، لو اتحطيت في الموقف الفلاني هتتصرف ازاي، لما كنت اتحطيت في الموقف الفلاني طب فكرت فيه ازاي. ونبدا هنا ناخد اكشن ان انت تبدا تدخل السكند انترفيو اللي هو بيبقى التكنيكاليتي بقى اصلا مع المانجيريال ليفل للديبارتمنت اللي انت بتتعين عليه. واحنا كاتش ار عشان نبدا نعزز عمليه التواصل ما بين الموظفين، بنبداها من اول ما عملنا الهايرنج وخلاص بيبقى معانا نيو امبلويز. ببدا اعمل عمليه الاون بوردنج بتاعتنا، وابدا ابعت صوره النيو امبلوي اللي عندي على الايميلز للناس اللي اوريدي شغالين معايا، اقول لهم يا جماعه في نيو امبلوي بالتايتل الفلاني جاي في الديبارتمنت الفلاني، عشان يبدا في الناس بتستقبله من اول يوم، ما يبقاش جاي مخضوض اصلا. يبدا يدخل بعدين اعمل له الاون بوردنج نفسه، ابدا اعرفه على البوليسي بتاعت الشركه، احنا بنشتغل ازاي، مين معانا في الديبارتمنت، ابدا ادخله على كل ديبارتمنت واعرفه على كل واحد جوه، عشان ما يبقاش حاسس ان هو في غربه نوعا ما. وانس ان انا بدات الاون بوردنج بتاعنا، طب على مدار الثلاث شهور النيو امبلوي ده معايا، طب هيبدا يتواصل ازاي مع زمايله؟ نبدا هنا نبيلد فكره ان في تيم بيلدينج اصلا، فكره ان في مثلا بريك بنبدا ناخده كلنا في نفس الوقت، في جروب واتساب نتعامل عليه، الايميلات كلنا نقدر نشوفها عشان يبقى في تواصل ما بيننا. طب لما بتيجي الشركه نفسها اصلا بتحط الاوبجيكتيف بتاعها، حلو قوي ان احنا نبقى وقتها انا بحط اوبجيكتيف ليا كشركه، طب وانا بحطه مع الموظف لازم يبقى اوير قوي بالاوبجيكتيف بتاع الشركه، واللي هو بيعمله نفسه هيرفلكت معاها هي ازاي. فبدا في تعزيز ما بين التواصل للموظفين نفسهم هم بيشتغلوا على ايه وبيعملوا ده ليه مع الشركه ازاي. كمان مهم قوي من وانا بعين الموظف وانا بقول له الجوب ديسكريبشن بتاعك انت هتعمل عليه ايه، هو هيرفلكت عليه هو ازاي وهيرفلكت على الشركه ازاي، وابدا افهمه ان دورهم كلهم مع بعض هو يوصلنا في الاخر لاوبجيكتيف واحد. فيبدا بدل ما بعمل التاسكايه دي لوحدي، انا عارف زميلي بيشتغل على تاسك تاني، ممكن هنبدا نشتغلها مع بعض، ممكن نبدا نتشاور مع بعض، في يعني برين ستورمنج مع بعض عشان نحقق الاوبجيكتيف المطلوب مننا في الشركه. عشان ابدا مجال الاتش ار مهم قوي ان انا اكون فعلا دورت وقريت شويه عنه، هو انا حابب المجال ده ولا لا، ولا مجرد تايتل جديد طالع قدامي فعايز اروح ورا الترند اللي طالع. لا، انا مهم قوي ان انا اقرا واشوف هو المجال ده بتاعي ولا لا، لان بيبقى محتاجه عندي يكون شويه سكيلز كده، من اهمهم ان انا اكون شخص مرن بعرف اتعامل مع الاشخاص، لان انت هتقابل شخصيات كتير جدا، مهم جدا نقرا انواع الشخصيات، اعرف كل واحد دوره بيتعامل معاه ازاي، عشان بعدين انا كاتش ار اعرف اهندل كل واحد قدامي ازاي. مهم قوي اشتغل على اللغه بتاعتي عشان ابدا في وظائف معينه في الاتش ار اللغه فيها لازم تبقى مش هنقول بيرفكت او فلونسي، بس على الاقل جيده، وان انا ابدا ادرس الاتش ار ده بطبقه ازاي، مش مجرد ان انا خدت قرايه وفهمت تمام. مهم قوي التكنيكاليتي عندي تبقى فيها عاليه، فانزل
اتدرب عملي فيه، ادرس وانا بطبق عملي، ما ادرسش دراسه اكاديميه عشان هو الاكاديمي موجود كتير والماتيريال موجوده كتير في اي حته، لما اطبق ده بايدي. زي ما قلنا مهم جدا نشتغل على اللغه، بجانب ده مهم جدا اشوف الاي اي اللي طالع ترند السنه دي، لان وانس ان هو انتشر احنا خلاص دورنا هيبدا ينتهي لو ما رحناش ورا الترند واشتغلنا عليه. مهم جدا كمان ان انا اكون بعرف اشتغل على الاي ار بي سيستم، واكون بعرف اشتغل على الاكسل. والاكسل مش هنقول ان احنا ناخد فيه كورسات، على قد ان انا ابدا اشوف المعادله الفلانيه بتتعمل ازاي. تيك توك بقى، يوتيوب، ما خليناش ان احنا محتاجين ان احنا ندرس حاجه في الاكسل، فابدا اطور انا من نفسي الاول، وبعدين اتجه اقول انا فعلا عايز المجال ده وابدا ادرس فيه صح. احمد الرفاعي اتش ار ممبر من اتش ار تيم. خلينا نتكلم معاك النهارده على العلاقه ما بين الموظف او المرشح والعلاقه ما بين اداره الموارد البشريه. في الاول خالص خليني اذكر نقطه التوظيف اللي احنا بنسميها ريكروتمنت. كلمه ريكروتمنت في الديكشنري معناها التجنيد. وليه اخترنا كلمة تجنيد؟ لأنها بتمثل أو بتوصف العلاقة الصح ما بين الموظف أو ما بين المرشح وما بين إدارة الموارد البشرية، لأن أنا بعمل عملية تجنيد مقابل أن أنا أكسب اللويالتي ولاء الموظف مقابل المزايا والتعويضات والمرتبات اللي بديها له. في الفترة بعد عملية التوظيف بيحصل عملية التأهيل اللي هي الأون بوردنج بروجرام، إن أنا بعمل عملية تأهيل إن في حد جديد جاي معايا الشركة، وبالتالي جوه عمليه الاونبوردنج ببتدي اعمل عمليه الايفالويشن اللي هي تحت الامبريلا بتاعه البرفورمانس مانجمنت. والبرفورمانس مانجمنت بيبتدي من اول شهر للموظف اللي موجود معايا داخل عمليه الاونبوردنج، ويبتدي من اول الايفالويشن للبروبيشن بيريود، فتره الاختبار الثلاث شهور لحد السنه كلها، نهايه السنه كلها. ومن خلال بعض التطورات ظهر الاي اي الذكاء الاصطناعي، وجزء يخص الاتش ار او جزء اللي يخص سبيسيفيكلي الريكروتمنت التوظيف، وهو الاي تي اس ابليكانت تراكنج سيستم، اللي هو نظام تتبع المرشحين. وده بيكون عن طريق ان انا بلنك الايميل بتاعي بالسيستم نفسه، والسيفيهات بعد ما بعمل الجوب بوست بتبتدي تتبعت اوتوماتيكلي على السيستم، ومن خلال كي ووردز بعض الكلمات المفتاحيه اللي انا بدخلها على السيستم ريجاردنج للجوب ديسكريبشن او ريجاردنج للبوزيشن نفسه، بيبتدي ان هو يعمل عمليه سورت، عمليه كلاسيفيكيشن، تصنيف للموظفين عندي. فور اكزامبل مثلا لو انا حابب اخلي اعلى بوزيشن عندي او اعلى ريت يكون مثلا هايلي ريكومندد او ريكومندد، تحتيه البوتنشال، تحتيه الشورت ليستد، تحتيه الريجكتد، وبالتالي بيدخل معايا في عمليه الاسسمنت، وابتدي يدخل الكانديديت في عمليه الاختبارات، وبعد كده يدخل معايا في عمليه التوظيف. ولو كان وصل لمرحله الريجكشن بيبتدي نبعت ثانكس ميل للموظف اللي ما حصلش نصيب ان هو يكون معانا. من اهم النصايح ان شاء الله اللي انا بقدمها لك، انت تبدا تشتغل على كل الاجزاء اللي تخص الاتش ار، تعرف كل حاجه جوه الاتش ار عباره عن ايه، كل المديولز اللي جوه الاتش ار من توظيف، تطوير، تدريب، الشؤون العاملين، كل حاجه عن الحاجات ديت.
بجانب ان انت لازم تطور نفسك في الجزء بتاع الاكسل او الاي ار بي سيستم اللي انت شغال عليه، بجانب طبعا انت لازم تطور نفسك في الجزء بتاع اللانجوج بتاعتك تبقى كويسه الى حد ما، بحيث انت تقدر تطور من شركتك او من نفسك جوه الفيلد بتاعك او جوه الفانكشن بتاعتك. طبعا لو حبيت تشتغل اتش ار ومحتاج تعرف ايه هي النصايح اللي تخليك تشتغل في المجال ده، خليني اقولها لك بعد ما مريت ب 16 سنه في مجال الموارد البشريه. احنا عشان نشتغل اتش ار، واحد لازم نكون دارسين اللي احنا هنشتغل فيه. لو النهارده رايح تشتغل في الحسابات لازم تبقى عارف الميزانيه وقائمه الدخل والكلام ده كله. احنا كمان في الاتش ار لازم تدرس، وفي اماكن كتيره في مصر بتقدم الخدمه دي بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه كمان ان تكون شخصيتك مناسبه للمجال ده، لان مش معنى ان انت دارس ان انت هتبقى اتش ار شاطر، لان في سوفت سكيلز او مهارات شخصيه لازم تكون عند سيادتك. عندك مهارات التواصل بشكل جيد، عندك محل مشاكل بشكل جيد، بتعرف تتحكم في الوقت بتاعك، بتعرف تتحكم في اعصابك وغضبك، عندك منظم بشكل او اخر، وكمان بتعرف تسمع الناس بشكل كويس، لان دي من اهم الصفات اللي لازم تكون موجوده في الاتش ار. مهم كمان انك تشتغل على السكيلز الخاصه بيك زي الانجليش وزي الاكسل، لازم تشتغل عليهم ايا كان وظيفتك اللي هتشتغل فيها. الحاجتين دول بقوا مهمين جدا في البيزنس. لازم تروح لفكره الديجيتاليزيشن وتتعامل مع الاي اي والتكنولوجيا عشان تبقى مؤهل لسوق العمل. لازم كمان تقرا الاعلانات اللي انت بتقدم عليها قبل ما تقدم عشان تشوفها مناسبه لامكانياتك ومهاراتك ولا لا، وما تبعتش السي في بتاعك في اي اعلان وخلاص. والاهم من ده كله انك تكون مراجع السي في بتاعك كويس جدا، ويكون مناسب جدا، حقيقي جدا، مناسب للوظائف اللي انت بتقدم عليها، والا محدش هيكلمك فيما بعد. ببساطه هي دي الحاجات البسيطه اللي ممكن تشتغل عليها عشان تبقى اتش ار في يوم من الايام. والاهم من ده كله انك تراعي ربنا في الناس اللي انت بتبقى مسؤول عنهم جوه الشركه.